ما في ألذ من الكيك مع كوباية شاي بالنعناع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الأعزاء الغاليين، أهلا وسهلا بكم من جديد في قناة إبراهيم المتواضع على يوتيوب. وقبل ما نبتدي لا ننسى ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. معي 3 بيضات، حضيف لهم كوب من السكر وشوية من الفانيليا، فانيليا سائلة أو بودرة، كل واحد بيمشي حاله. طبعا أنا لما سويت الكيكة نسيت أضيف لها الخل، انتوا ضيفوا لها معلقة من الخل كمان، بتدي لها هشاشة أكتر يعني بتطلع أحلى وألذ بكتير. هضربهم مع بعض وإلين ما يتقل معي المزيج ويتقل ويبقى خليط كثيف، يعني لونه قريب للبياض. زي ما شفتوا يعني تحول لخليط تقريبا كأنه كريمي، يعني خليط كريمي أبيض. هجهز الدقيق اللي هو الطحين. عندي هون كوبايتين من الطحين، أضفت لهم معلقة من البيكنج باودر، أخلطهم مع بعض. طبعا أنا منخلة من الطحين. هلا بضيف نص كوب من الزيت وبخلطهم منيح كويس مع بعض زي ما انتم شايفين. بضيف كمان كوب من اللبن اللي هو السائل، ممكن تضيفي زبادي بس انا اضفت كوب من اللبن السائل، وبخفقه برضه كويس. بعد ما تمزج الخليط كله كويس مع بعض اضفت له الدقيق على مراحل، يعني شويه شويه واخفق. طبعا بعد ما اخلص من كميه الدقيق هيتقل شوي معايا المزيج، هضطر اني اضيف له كوب عفوا نص كوب من الحليب السائل لحد ما احصل على مزيج الكيك اللي انا يعني اللي بدي اياه انا، يعني المزيج اللي معروف دايما. طبعا انتوا شايفين انا اضفت نص كوب من الحليب لحد ما وصلت لهذا الخليط المتجانس اللي يعني له كتير سائل وله كثيف جدا. بعدها دخلته الفرن زي ما انتم شايفين، ما شاء الله الكيكة نفخت وصارت ما أحلاها بتجنن. طلعتها تركتها شوي تبرد، بعدين اختبرتها بالسكين، الحمد لله طلعت كويسة ما شاء الله تبارك الله. وزي ما انتم شايفين هذا الشكل النهائي. بعد ما بردت الكيكة قطعتها وما شاء الله تبارك الله الكيكة لذيذة، بس كان ناقصها انه اضيف لها معلقة الخل، كان طلعت هشة اكتر من هيك، ويعني كان يعني هي ما ادتني بصراحة الجودة اللي انا بتطلع معي دايما بسبب اني نقصت معلقة الخل. ضيفوا لها معلقة الخل من الخل الابيض، راح تديكم يعني هشاشة اكتر ولذة اكتر، لكن هي بنفس الوقت برضو لذيذة وقطنية وحلوة. وبنحمد الله وبنشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. جربوها وادوني رأيكم. بتمنى لا تنسونا من تعليقاتكم ومن إعجابكم بالمقطع وتشيير المقطع عشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين. وجزاكم الله خير الجزاء، وألف هنا وعافية على قلوبنا وقلوبكم، والله يعطيكم العافية. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الله يكرمنا ويكرمكم بجنة عرضها كعرض السماوات والأرض.